حسيت بيوم إنه مديرك مو مقدّر تعبك، وقّف ثانية في شي مالك شايفه، مالي عم دافع عن المدير بس رح أورجيك زاوية تانية يمكن ما شفتها من قبل، أنت كل يوم بتشوف الشغل، المواعيد، الضغط، وأحيانًا بتحس بقلة التقدير وهذا حقك، مشاعرك حقيقية، بس في عالم تاني بيعيشوا مديرك كل يوم وأنت ما بتشوفه، حتى أحيانًا المدير بيدخل على الاجتماع بابتسامة وجواه في هموم بتكفي حارة كاملة. مديرك ما بيشوف بس الشغل يلي انت شايفه، هو شايف التزامات مالية لازم تتسدد، شايف ضغوط مستثمرين ما بتنام، ضرائب واقساط ومنافسة واستمرارية الشركة يلي بتعني استمرارية راتبك انت. كل صبح بيصحى وبيسأل حاله كيف بدي وازن بين كل هالجبهات. ما حدا بيشوف هذا السؤال غيره. تخيل خالد هو موظف كتير شاطر بيشتغل بضمير بس حاسس انه مديره دائما متوتر وما بيقدره. بيوم من الأيام قرر خالد إنه يفتح مشروعه الخاص، وبعد شهر واحد بس اتصل بمديره القديم وقال له آسف ما كنت عرفان شو كنت شايل. يا جماعة المدير بشر ماله روبوت، عنده حياته ومشاكله وضغوطه والكل بيتوقع منه إنه يضل متماسك شو ما صار. وأصعب شي بيواجهه إنه كل يوم يراجع شغل موظف ما بيكمل شغله إلا لما ينسأل عنه. لك هذا لحاله بيستهلك طاقة لازمة للتطوير والبناء بس عم تروح على الترقيع. وهون بدي حاكيك بصراحة ما لازم مديرك يكون حنون كل الوقت، ما لازم يطبطب بكل الوقت، ما لازم ينجح برضا كل الناس. الإدارة مو سلطة، الإدارة هي مسؤولية يومية مرهقة والضغط ما بيبين بس هو صدقني موجود. واللي عنده مسؤوليات بهالحجم طبيعي يغلط، ينرفز، يتأخر أو حتى يسكت وقت يكون حامل فوق طاقته. والموظف ما بيفهم هذا الشيء إلا وقت يصير صاحب عمل ويشوف بعيونه حجم الضغط والمسؤولية. بس ما لازم ننتظر لهاللحظة لحتى نفهم. الإدارة بتحتاج تعاطف مو أحكام. احكي لي بالكومنت، ممكن إنك تغير نظرتك لمديرك لما عرفت شي ما كنت تعرفه عنه من قبل؟